الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجم ريال مدريد إبراهيم دياز كان عنده اختيارين فقط، يا اما تمثيل المنتخب الاسباني يا اما تمثيل المنتخب المغربي. وهلا طلع خبر عاجل وشكل رسمي انه ابراهيم دياز قرر يفاجئ كل الشعب المغربي بليله رمضان ليرسم البسمه والفرحه على وجوههم، ويفضل يمثل المنتخب المغربي عوضا عن المنتخب الاسباني. تعلم معنا عروبي يا لامين يامال، تعلم. ابراهيم دياز نجم ريال مدريد اختار المغرب وانت اخترت اسبانيا. اختار المغرب. في حدا بخير بين اسبانيا والمغرب وقول اسبانيا؟ ولك هيد العلم والبلد والدولة يلي حرقت الاسبان ولك. وش في تاريخ المنتخب الاسباني كان هناك لاعب اسمه ابراهيم؟ وش كان؟ انا اعرف منتخب اسبانيا منذ نشأته، كاين شي لاعب سميتو ابراهيم؟ انا على علمي لا مازال جيد. هذا لاعب، هذا مغربي كيلعب في اوروبا، عنده الجنسيه المغربيه والجنسيه. انا اؤكد لك بان عندنا لاعبين اللي عندهم 3 أو 4 جنسيات. ريشاردسون اللي كيلعب الان في الفريق الوطني، ابو امريكا عنده جنسيه امريكيه والام مغربيه وهو عايش في فرنسا وازداد هناك، عنده 4 جنسيات. حتى نقولوا اللاعبين للمغاربه والذين هم مغاربه اينما وجدوا. الباب الفريق الوطني فيها عامل واحد يتحكم، وهو ان تكون اولا مقتنعا بالدفاع عن اللغه الوطنيه 120%، ماشي 100%، 120%. وثانيا ان يكون لك المستوى الذي يجعل المدرب اللي سميته وليد الركراكي انه يختارك ضمن القائمه. ما عدا هذين المعيارين لا مكان لا لفلان ولا لفرتلان. هو ده بقى ابراهيم دياز اللي حير الاتحاد المغربي والاتحاد الاسباني. في الساعات الاخيره الماضيه حسمها اللاعب المغربي ابن مدينه مالقا بعدما فعلها الحاج فوزي لوكجا، وعزموا على وليمه من الكسكسي المغربي وكذلك طاجن البرقوق الشهير في دوله المغرب الشقيقه. رغم ان ابراهيم دياز تم وضع اسمه في القائمه الاوليه للمنتخب الاسباني وكذلك في القائمه الاوليه للمنتخب المغربي منتخب اسود الاطلس، ولكن في النهايه بينتصر الاتحاد المغربي على الاتحاد الاسباني بشكل كاسح. ده طبعا بعد رغبة اللاعب بشكل كبير جدا انه يمثل منتخب المغرب وليس المنتخب الاسباني. بتتكلم عن لاعب من مواليد 1999، لسه لاعب صغير في السن، عنده 23 سنة، ولكنه لاعب موهوب ومميز. ابراهيم دياز هو من اصل مغربي ولكنه نشأ وتربى في اسبانيا، بالتحديد في مدينة مالقا. ابتدى مسيرته الكروية في عام 2010 في قطاعات الناشئين لفريق مالقا، وبعد تألقه وتوهجه مع فريق مالقا انتقل لنادي مانشستر سيتي للشباب من موسم 2013 ل 2016 علشان في موسم 2019 لينتقل للفريق الملكي، ولكنه لم يحصل على فرصة حقيقية في هذا التوقيت بسبب تعدد النجوم في الفريق الملكي، علشان في موسم 2020 بينتقل لإي سي ميلان حتى موسم 2023 تألق وتعمق في الدوري الإيطالي مع إي سي ميلان. وكنت كلمتك في حلقة سابقة عن أرقامه بالتفصيل وقد إن هو كان مؤثر بشكل كبير جدا مع إي سي ميلان. عايزك تتخيل معايا كده إن إبراهيم دياز مساهم في آخر موسم له مع إي سي ميلان في أكثر من 17 هدف، تعتبر من الأسباب الرئيسية اللي دفعت الفريق الملكي لعودته مرة أخرى، خصوصا بعد رحيل اسينسيو عن الفريق الملكي. بكل تأكيد إضافة للفريق الملكي وهيبقى إضافة بالتحديد لمنتخب المغرب. ساهم في الموسم الحالي مع الفريق الملكي في أكثر من 8 أهداف في مختلف البطولات ما بين الدوري والسوبر وكذلك كأس أسبانيا. تتكلم عن لاعب جوكر، يعني وليد الركراكي مش هيبقى في حيرة كبيرة جدا، خصوصا في ظل وجود حكيم زياش في نفس مركز إبراهيم دياز. لأنك باختصار بتتكلم عن لاعب بيجيد اللعب في أكثر من مركز، بيجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وكذلك في مركز الجناح الأيسر وفي وسط الميدان. طبعا لو جيت تبص على وسط الميدان هتلاقي فيه زحام كبير جدا. تتكلم عن نجمين بالتحديد، نجم مانشستر يونايتد سفيان مرابط وكذلك عز الدين ناحي، بالاضافه لوجود ابراهيم دياز. ده في حاله لو وليد الركراكي فضل حكيم زياش عن ابراهيم دياز. طبعا اللاعب بيمتلك مهاره ولمسه سحريه وعامل حاله مع الفريق الملكي في الموسم الحالي، فينشر على المرمى بشكل مميز وبيقدر يساعد فرقته يعمل اسيست، يعدي بمهاراته من لاعب واثنين. وكلنا شاهدنا بكل تاكيد حده الصراع ما بين الاتحاد المغربي والاتحاد الاسباني من اجل الحصول على خدمات ابراهيم دياز وتمثيل احد من المنتخبين. وطبعا دي حاجه تحسب في النهايه للاتحاد المغربي بقياده الحاج فوزي لوكجا انه قدر ينتصر على الاتحاد الاسباني. بس كده قول لي انت بقى كمشجع مغربي رايك في اللاعب، وهل هيبقى اضافه بالفعل للمنتخب اسود الاطلس ولا حكيم زياش يقدر يغطي على ابراهيم دياز؟ Hola ناس المغرب،
شكرا خلاكلام زبين أنا فرحان بزاف بكلامكم زبين إن شاء الله هنشوفكم هالمنتخب ديالي. Buena suerte queridos.